السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله، في افضل صحه وباتم الاحوال. تعالوا في بدايه الفيديو عشان ناخد كلنا حسنات، نصلي كلنا على سيدنا النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحشتوني، وعايزه اقول لكم شكرا جدا لكل كومنتاتكم الجميله اللطيفه وذوقكم، يعني ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني. بشكر كل الناس الجميله اللي بتحط لي لايك على الفيديوهات، ومحبين قناه نسمه في المطبخ. يعني وبشكر كمان كل المتابعين الجداد اللي دخلوا قناتي، بقول لكم اهلا وسهلا بيكم، نورتوا القناه وكترتوها وكبرتوها، يا رب دايما كده مكتريني ومكبرين لي قناتي ان شاء الله بوجودكم وبكلامكم الجميل ودعمكم الطيب ليا. بصوا بقى، فيديو النهارده هيكون تجربه انا بجربها معاكم لاول مره. يعني انا مش خبره قوي في موضوع الغسالات والكلام ده والمساحيق وكده، بس انا بصراحه طلبت مسحوق اونلاين، هوريه لكم دلوقتي. المسحوق ده خاص بغسالات الاطباق، هوريه لكم. واول مره هستخدمه بصراحه، انا قلت لهم، هم ما كانوش يعرفوا اصلا ان انا يوتيوبر ولا اي حاجه. وبعد ما طلبت الاوردر والاوردر وصلني وكل حاجه، وبعدين قلت لهم ان شاء الله انا ممكن اعمل ريفيو عن المنتج لما جربوا يعني وكده. فهم بصراحه رحبوا بالفكره جدا، وقالوا ان هم مستنيين رايي يعني في المنتج وكده، وهينزلوه كمان على صفحتهم على الفيسبوك. وان شاء الله بالمناسبه هسيب لكم برده لينك الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك في اول تعليق مثبت. في ناس كتير قوي عارفه المنتج ده، انا بصراحه كنت اول مره اعرفه، بس من ريفيوهات الناس او من كلامها عنه ان هو حلو. بالنسبه لي انا لسه ما جربتوش، هجربه معاكم واقول لكم رايي فيه ان شاء الله. وباذن الله هتبقى دي اول غسله بيه اول غسله بيه واول مره استخدم مسحوق اصلا لغسالات الاطباق. اسم المنتج هوريه لكم دلوقتي حالا. هو ده المنتج، او هي دي المجموعه بتاعه المنتج. عباره عن ايه؟ طبعا اساسي في غسالات الاطباق لازم الملح، ده اسمه ليندو. طبعا اسم المنتج ليندو. الملح ده من ملح العبوه 2 كيلو، مكتوب عليها اهي. هو كان معمول عليه عرض، هقول لكم دلوقتي كل التفاصيل ان شاء الله. ده شكل الملح من جوه. طبعا الفني استخدم منه تقريبا كيلو للغساله، فحط منه يعني ده الكميه اللي اتبقت، شيلها كده على جنب. وعندي ده المساعد الشطف او الزيت اهو برضو من ليندو. كل ده هنجربه معاكم ان شاء الله النهارده. تقريبا احنا خدنا ربع الازازه. تمام، ده برضو بيقعد فتره ممتازه، يعني بيقعد فتره حلوه، ممكن يقعد له كام شهر كده عشان تغير الزيت والملح. دول الزيت والملح بتوع الايه، بتوع الغساله. عندي ده المسحوق، انا عايزه اعرف لكم بالظبط الكميه قد ايه عشان ابقى ايه، واضحه كده، واضحه في الكميات يعني بالظبط. 1 لتر. تمام، الكميه مكتوب عليها اهي 1 لتر، برضو من ليندو. الكميه ده مسحوق سائل او جل، معرفش هما بيسموه ايه بصراحه. بس كل ده ان شاء الله هستخدمه معاكم. هو الفني حط لي الزيت والملح، خلاص انا هستبعدهم دلوقتي وهجرب معاكم ان شاء الله اسمه ايه ده المسحوق نفسه. معلش يا جماعه انا لسه جديده في الموضوع. المسحوق نفسه هجربه معاكم دلوقتي، وهشوف النتيجه، هل هي نتيجه فعلا مرضيه وكويسه زي الناس ما بتشكر فيه، ولا ايه الاخبار. يلا نقول بسم الله ونبدا مع بعض. اول حاجه تعالوا هحط اول حاجه الزيت او ملمع او مساعد الشطف زي ما بيتسمى بقى. زي ما قلت لكم انا لسه جديده في الموضوع يعني شويه، بس الى حد ما عندي خلفيه كويسه يعني. ده المفروض مكان الزيت، بحط كده الزيت اهو لحد ما يبان قدامي ان هو كده خلاص اتملى، وبقفل كده عليه. هجيب المسحوق بقى او المسحوق، يعني ده المكان بتاع المسحوق. زي ما قلت لكم هو المسحوق سايل كده او جل يعني هو سائل اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. يعني ما شاء الله، اول ما فتحت كده بصراحة النتيجة حلوة جدا ومبهرة. ما شاء الله ما شاء الله، بصوا الازاز بيلمع ازاي وجميل. لا لا لا، فعلا فعلا المنتج حلو جدا وجميل. هوريكم الاستانلس. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل. بصوا، الله اكبر ما شاء الله، بصوا اللمعة حلوة ازاي حتى في الطباق. جميل جميل جدا بجد المنتج يا جماعة، انصحكم فعلا بيه. الناس اللي هي ايه عندها يعني غسالات اطباق، ومثلا عايزة تجيب مسحوق يكون كويس ويكون في متناول المتوسط يعني، ومنتج مصري جميل جدا ما شاء الله. زي ما قلت لكم هسيب لكم اللينك بتاع صفحتهم على الفيسبوك في اول تعليق ان شاء الله مثبت. واشوفكم على خير بقى في فيديو جديد، واسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.